خلينا نعدي الطريق الاول، بعد كده نبدا ايه الفيديو، عشان احنا لما بنصدق نستنى الاشاره. طبعا الناس كلها شايفاني ان انا مجنون عمال اعدي الطريق وماسك كاميرا كبيره يا جماعه وملفته والله. قولوا لي كده في الكومنتات، يعني هل دلوقتي الكاميرا او التليفون يغني عن الكاميرا ولا لا؟ فخلينا بس نعدي كده. اقف يا اقف يا حبيبي. هو كده هيقف، يعني ما تقلقش من حاجه خالص. تمام، طول ما ممر مشاة زي ده كده انا معدي ممر مشاة على فكره. المهم بقى الفيديو ده بعنوان لو انت سنك اقل من 18 سنه. لو انا هرجع تاني عندي يعني مثلا 16 سنه 15 سنه هعمل الحاجات دي. يعني لو انا ارجع تاني وبنفس الفكر ده، لا يعني كانت حياتي كانت هتختلف. بس اللي انا اقدر اقوله لك، لو انت اقل من 18 سنه، خاصة الجيل الجديد ده طالع دلوقتي في تيك توك وفي حاجات كتير كده، في مشتتات كتير وحاجات بتدمر كل حاجة، بتدمر الحال الاجتماعية الثقافية الدينية كل حاجة. هقول لك ركز في دراستك، ركز في دراستك، ركز في دراستك، ما يغركش بس الناس بتعمل فلوس، مش عارف ايه. الناس بتعمل فلوس اونلاين وبتعمل فلوس كل حاجة، بس خليك برضك في السيف سايد. يعني انت بقى اديك شفت الفترة اللي فاتت في ثانية الا ثانية كله راح حرفيا وما بقاش حد موجود. فاول حاجه تركز في دراستك، بجانب دراستك اعمل اي حاجه. يعني خلص دراستك وهات درجات كويسه وكل حاجه، بعد كده ركز بقى في اللي انت عايز تعمله. عايز تعمل بيزنس، عايز تتعلم مهاره، عايز تخرج، عايز تلعب، عايز تعمل اللي انت عايزه، بس ركز في دراستك اولا. لان الدراسه دي يعني هتبقى هي السبب في رزقك. انا كانت حاجه من الحاجات اللي انا عملتها غلط. الحمد لله كنت مركز في دراستي طول عمري، شاطر في الدراسه، بس يعني انا حظي مختلف. يعني ما تعرفش، في حاجه غريبه، بس يعني مثلا ما عرفتش اخش كليه، مع ان انا كان جاي لي قبول في كليه تانية، بس دخلت معهد وكان اسمي انا الوحيد اللي دخلت في معهد. وانا برضو واحد من صحابي او واحد من الناس القليله اللي سافرت في صحابي، مع ان انا معهد. فهو دايما عوض ربنا بيبقى احسن بكتير. بس يعني الدراسه مهمه، ركز في دراستك وتعلم. استنى بس عشان الاضاءه راحت خالص او باظت خالص. وتعلم مهاره تجيب لك دخل، بس لما تيجي تتعلم مهاره تجيب لك دخل ما تستناش منها دخل. يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله زي ما بقول لك كده، لو انت بتتعلم حاجه او بتعمل حاجه عشان انت مستني منها فلوس، عمرها ما هتجيب لك فلوس، عمرها ما هتجيب لك فلوس. هي كده، هي الدنيا كده. طول ما انت مستني حاجه مش هتجيلك. اعمل حاجه كده، يعني هاف فن، اللي هو استمتع بالحاجه اللي انت بتعملها، وسيبك بقى اللي انت تتبع شغفك وتسيب شغلك مش عارف ايه. لان انا عملت كده، خسرت كتير قوي. قلت اتبع شغفي واخسر واسيب شغلي، رحت مستقيل من شغلي وقعدت بتاع 6-7 شهور ما اشتغلش، والفتره دي ما كانش معايا جنيه حتى اكل. يعني طب انا عملت ايه؟ لا، خليك في السيف سايد. ولما تيجي تعمل ريسك ما تعملش ريسك بنسبه 100%. خد ريسك حلو. انا لما جيت هنا كنت اخدت ريسك كبير قوي في حياتي. بس عشان الكاميرا هنا تقيله اهي، خلينا كده عشان الكاميرا تقلت على ايدي. لما جيت هنا اخدت ريسك كبير قوي في حياتي، لان انا معيش ترخيص، معيش فلوس، معيش اي حاجه. بس هي خلاص، هي كان بالنسبه لي اخر كارت. فشلت، هرجع خلاص انا هبقى موظف من 9 ل 5. ودلوقتي انا هنا برضو بقيت موظف، يعني ما بقتش صاحب مكان مثلا يعني، بس يعني الحمد لله طبعا خطوه كبيره. فلما تيجي تاخد خطوه او تاخد ريسك، عايز تبدا حاجه، ابداها بجانب حاجه ثابته. خلي شغلك ثابت وابدا حاجه جنب منه. هتقول لي الشغل مش اخد كل وقتي. الشغل اخد كل وقتك ماشي، بس ابدا برضه جنب منه عادي. بالعكس، ده انت في مصر، او مثلا انا بتكلم عامه، يعني انت في مصر ممكن يبقى عندك وقت اكتر من هنا بكتير، مع انك انت بتشتغل ساعات اكتر. مش عارف انت تفهم الحته دي ولا لا، بس يعني هنا انت بتبقى شغال شبه المكنه، وفي ظروف حواليك. يعني مثلا ابسط حاجه، انا قاعد في سكن شير، ما عنديش اوضه مثلا اصور فيها واجيب فيها مثلا منتجات. ولو عايز اعمل حاجه، عايز ابدا بيزنس، الموضوع ده مش سهل. الموضوع ده سهل انت تبداه في مصر. اي نعم الفلوس صعب اللي انت تجيبها، بس يعني كل حاجه ليها عيوب وليها مميزات. بس اللي انا عايز اقوله لك، سيبك من اللي يقول لك اتبع شغفك ومش عارف ايه. اتبع شغفك كل حاجه، بس بجانب الاستقرار. يعني لازم تبقى مستقر الاول، وبعد كده اتبع يا باشا. ان شاء الله تتبع، بص، تبع بيل جيتس حتى، بس خليك مستقر. اقف على ارض صلبه، ما تشتتش نفسك. ولما تيجي تبدا، ابدا في حاجه واحده. والله العظيم انا طول عمري مشتت.
اللي هو بكون نفسي في حاجه، اجري اجيب الحاجه دي واسيبها، اجري اجيب الحاجه دي واسيبها، اجري اجيب الحاجه دي واسيبها. الحاجه الله يبارك لها اللي كانت بتقول لي الكلمه دي، انت مش انت مذبذب كده، تعال مذبذب يلا. هي كانت زعلانه اللي هي جابتني يا جماعه والله العظيم. المهم يعني فانا طول عمري مذبذب ليه؟ كلنا يعني بيجي لنا فترات تشتت كده، انت مش عارف تعمل ايه، ولا عارف انت عايز ايه، ولا عارف انت رايح فين ولا جاي منين. بس عادي، ده طبيعي. بس ركز في حاجه واحده، ركز في حاجه واحده بجانب شغلك، بجانب دراستك. واخر نصيحه عشان اقفل الفيديو ده عشان ما يطولش اكتر من كده، فتره دراستك دي ادرس وخد نوليدج على قد ما تقدر، لانك عمرك بعد كده في حياتك ولا هترتاح ولا هيبقى عندك وقت. يعني انت لو قلت لنفسك ان انا بعد كده هبقى فاضي وعندي وقت وهذاكر وهعمل، عمرك ما هتعمل كده. فعمرك ما هيبقى عندك وقت. ايه يا ابني في؟ عمرك ما هيبقى عندك وقت اللي انت تعمل حاجات اللي انت ممكن تقدر تعملها وانت بتدرس. تعلم لغات، شوف الناس عايشه ازاي بره، اتفرج على يوتيوب. اليوتيوب ده يا جماعه اكتر مدرسه مجانا، يعني اكتر مدرسه انا بحبها مجانا. سيبك بقى بلا تيك توك بلا مش عارف ايه بتاع، انا بعمل فيديوهات على التيك توك بس سيبك من التيك توك. اليوتيوب ده قيمه، حاجه احنا كلنا بنجهل قيمتها. في ناس بتتعلم، انا اتعلمت حاجات كتير جدا من اليوتيوب، اتعلمت انجلش، اتعلمت مونتاج، اتعلمت فوتوشوب، اخدت معلومات كتيره من اليوتيوب، فادني في حاجات كتيره جدا في حياتي. فاتعلم، اقرا، ادرس، قضي شويه وقت مع نفسك كده. يعني دايما لازم تخلي لنفسك فتره اللي انت تقضي وقت مع نفسك، لان الفتره اللي انت بتقضيها مع نفسك دي، انا العرق دخل في عيني مش عارف انا الفوق. الفتره اللي انت بتقضيها مع نفسك دي، انت بتراجع نفسك وبتبني نفسك في حاجات كتير جدا. تقعد مع نفسك كده، تتكلم مع نفسك، تقول لا انا عملت كده صح، انا عملت كده غلط، انا كنت كده صح، انا كنت كده غلط. الحاجه دي مهمه جدا. فالحاجات دي تعملها لو انت سنك اقل من 18 سنه وبعد ال 18 سنه برضه. واوعى تفكر دايما، اوعى تفكر في مره اللي انت كبرت. يعني انا دلوقتي خلاص قربت اتم ال 27 سنه، خلاص بدات ابقى عجوز. يعني كنت مفكر ان انا كبرت جدا خلاص وعجزت وبتاع. لما جيت هنا لقيت ناس عندها 35 سنه ولسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. فانت لسه ما عجزتش، انت لسه صغنون يا صغنون ويا صغنونه. واستمتع استمتع بالرحله. يعني مش كل حاجه تاخدها على اعصابك وبتاع، ومفيش حاجه اسمها حياه او موت. يعني لو خسرت في حاجه او في حاجه ما جاتش زي ما انت كنت عايز، تاكد ان عوض ربنا هيبقى اكبر بكتير. انا في حاجات كتير بالنسبه لي كانت بالنسبه لي حياه او موت، بس اكتشفت اللي هي ولا اي حاجه، طز راحت تيجي غيرها، دي راحت تيجي غيرها. طول ما الصحه تمام واللي حواليا تمام واهلي تمام والدنيا اللي حواليا كله تمام، انا تمام. بس يعني فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده، عمال اقول بس ومش عايز اسكت، مش عارف اسكت، والله ما عارف اسكت. يلا مساكم زي الفل، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق للجميع كده. سلام.